جاهز؟ طب يلا بينا. دي وينزداي، بنت بتعشق السواد والموت بطريقه فظيعه. وينزداي ما بيعجبهاش اي حاجه، مخالفه لرايها ودماغها من الاخر كده يعني. تفتح خزنه الكتب بتاعتها بتلاقي اخوها مربوط جواها وطالع عينه وبيقع عليها، وهي بتفك اخوها بيحصل لها حاجه غريبه، وبتشوف كل حاجه حصلت مع اخوها قبل ما هي ما تيجي، لحد ما اتحبس في الدولاب. وبيقول لها انت كويسه؟ انتوا خليك هنا انا هتصرف. تطلع تدخل على شله العيال اللي رخمت على اخوها باك، وبتقول لهم انا الوحيده اللي مسموح ليا ان اعذب اخويا. وبترفع ايديها وبيكون معاها سمك شرس عامل زي سمك القرش كده، وبترميه في حمام السباحه، والسمك بيفضل ورا الولد لحد ما بياكله من حته خطر قوي، وبتكون مبسوطه بكده. اهل وينزداي اللي هم عيله ادمز بتقرر انهم خلاص هياخدوها وينقلوها من مدرسه تانية، بعد ما كانت هتقتل الولد وكان هيتعمل فيها محضر وتتحبس، بس هم طرمخوا على الموضوع. وبتقرر الام تيش ان هي هتوديها اكاديميه نيفرمور اللي هي اتخرجت منها، بس ده طبعا مش بمزاجها، وينزداي مغصوبه على كده. على الطريق بقى بنقابل ناس تانية، والست بتقول للشاب خلي بالك من نفسك لانك قريب من اكاديميه نيفرمور اللي فيها ناس مؤذيين ومنبوذين اصلا. قال لها ما تخافيش عليا انا هعرف اتصرف. وبيدخل الشاب بيقعد في الغابه وبيظبط حاله وبيظبط الدنيا وتمام التمام، بس هو قاعد طبعا الدنيا مش هتبقى سهله، بيشوف حاجه بتجري عليه وبتهجم عليه وبيموت. بتوصل عيله ادمز لاكاديميه نيفرمور اللي عاشوا فيها هم كمان زمان. ما تنساش تعمل بقى اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان نكمل في الملخصات الحلوه دي. وبتدخل وينزداي تتعرف على المديره ويمز، بس المديره بتقول لها ليه اسمك وينزداي؟ وتيش بتعرفنا ان الاسم معناه الكآبه من اغنيه هي بتحب ان هي تسمعها. وبتشوف المديره ملف وينزداي وبتلاقيها خلال 5 سنين هربت واتطردت من اكتر من 8 مدارس، بس وينزداي بتقول لها ما بحبش اقعد في الاماكن كتير، وبرضه الاكاديميه مش هطول فيها. بتقول لها طب اتفضلي معايا اوديكي جناح اوفيليا اللي هتقعدي فيه. وبتدخل وينزداي الاوضه وبتتعرف على شريكتها في الاوضه واللي هي ايند، وبتحاول تحضنها بس وينزداي بترفض. وقتها المديره بتطلب من ايند ان هي تاخدها توريها الاكاديميه وكمان تستلم الزي الرسمي بتاعها. تنزل وينزداي تشوف الاكاديميه وبتلاقي صوره والدتها وهي صغيره لما كانت منضمه لتيم الاكاديميه وكانت القائده بتاعتهم، وبتقول لها هي جابتني هنا علشان اكون زيها بس مش هيحصل كده. وبتاخدها ايند وبتعرفها على الاكاديميه وان هي متقسمه لمجموعات رئيسيه من المنبوذين. المجموعه الاولى اللي هي الانياب اللي هم الفامبايرز، والمجموعه الثانيه اللي هم الزغبون اللي هي الناس اللي بتتحول للذئاب وقت اكتمال القمر، وبتكون ايند منهم. والمجموعه الثالثه اللي هم المتحجرون، والمجموعه الرابعه اللي هم الحراشف اللي بتكون بيانكا هي رئيستهم، وكمان عامله زي العيله الملكيه هناك. وان بيانكا كانت على علاقه بالرسام سورب. وبيجي صديق ايند ايجاكس وبيقول لها خلي بالك عرفت عن شريكتك الجديده في الاوضه ان هي بتاكل اللحم البشري، بس وقتها وينزداي بتقول له لا انا بقطع الجثث وباكلها الحيوانات الاليفه. وبالنسبه لوينزداي السوشيال ميديا هي مجرد عقده وما بتستخدمهاش ابدا. وبتخرج وينزداي تودع والدتها واهلها، وتيش بتقول لها خلي بالك المره دي مفيش هروب، وانا نبهت على العيله كلها ممنوع اي حد يفتح لك الباب. وبتديها سلسله ليها علاقه بالرؤيات اللي ممكن تجيلها، وبتقول لها البسيها وخليها معاك. ولما تيش بتركب العربيه وبتتكلم مع جوزها وبتقول له هنسيبها لوحدها كده، لا ما تقلقيش. وبتنزل ايد بشريه من العربيه وبتتحرك لوحدها من غير جسم. الشرطه بتكتشف الجثه اللي حصلت في الغابه، وبيقول الضابط ان دي تالت ضحيه تحصل ومش عارفين السبب، بس هو شاكك ومتاكد ان السبب هي اكاديميه نيفرمور، بس هيعلن انه دب لحد ما يتاكد ويجيب دليل. وينزداي بقى بتغير الاوضه وبتقسمها بالنص بينها وبين ايند، وبتخلي النص بتاعها كله اسود في اسود لان هي طبعا بتفضل الاسود بس لما ايند بتحب تاخد راحتها وبتشغل موسيقى وبتفضل ترقص بتقوم عليها وينزداي وهي متعصبه. بس ايند بتقول لها ما تنسيش ان اقدر ادمرك انا كمان. وبتدخل تتعرف عليهم السيده سورن هيل مشرفه الاكاديميه، وبتتاسف على الطينه اللي في جزمتها، وبتقول لهم اتمنى تكون ايند خليتك تتعرفي على الاكاديميه، بس رد وينزداي بيكون اغرب من الاول، وبتقول لها خنقتني وهرد لها الجميل وهي نايمه. بتفضل الايد تراقب وينزداي من بعيد، وبيانكا بتفضل ان هي تتنمر على روين وبتقول له هتفضل ضعيف كده مش لاقي حد ينافسني. بس وقتها وينزداي بتدخل معاها منافسه وبيتعادلوا مع بعض وبتبارز حلوه قوي. بتقول لها اللي هيجرح التاني هيكسب، وينزداي بتخسر وبتتجرح. وبيعتذر منها روين على انها حاولت تساعده وانه جه هنا عشان يكون وسط الناس اللي شبهه، بس لقى نفسه برضه وسط الناس اللي بتتنمر عليه. وينزداي وهي خارجه بره الاكاديميه عشان ترجع للاوضه بنلاقي ان التمثال بيتحرك وحد بيرميه عليها، بس سورب بينقذها وبيلحقها وبيتكلم معاها لما بتفوق، وبيعرفها ان هو بيرد ليها الجميل اللي هي عملته معاه وهي صغيره لما جدته ماتت وهي حضرت الدفن مع جدتها لانهم كانوا صحاب. فوريت وينزداي وهي بتكتب روايتها تسمع صوت حركه غريبه وبتقوم تشوف الوضع ايه، وبتكتشف وجود الايد اللي موجوده، وبيطلع سينج وبنعرف وقتها ان هو اسمه كده، وبتمسكه وبتقول له قدامك حلين
يا اما احبسك وتفقد اعصاب ايديك وتموت، او تقدم الولاء ليا وما تنقلش اي خبر لاهلي. بس وقتها سينج بيقدم الولاء والطاعه ليها وبتقول له جهز نفسك بقى لان انا عندي خطه لهروبي من هنا. تاني يوم بيكون ميعاد الدكتوره النفسيه اللي كل الاكاديميه بتروح لها، والمديره ويمز بتقول لها هستناكي هنا في العربيه لاني مش هسيبك انك تهربي مني. بتطلع تقعد وينزداي مع الدكتوره، وبتكون هي مش بتطيقهم اصلا، وقبل كده اذت دكاتره كتير حاولت ان هي تساعدها، بس بتخلع منها وينزداي وبتقول لها انا محتاجه ادخل الحمام. ولما بتدخل بتطلب من سينج مبرد الاظافر، وبتفتح بيه شباك الحمام وبتخرج على سطح المبنى وبتنزل على المواسير زي الحراميه عشان تهرب. بس وهي ماشيه بتخبط في شخص وبيجي لها رؤيه جديده ان الشخص ده هيعمل حادثه وهيموت بسببها، بس الشخص بيقول لها حاسبي يا غريبه الاطوار. تدخل وينزداي لكافيه وبتتكلم مع اللي شغال جوه وبيطلع اسمه تايلر، وبتقول له عايزه قهوه، قال لها المكنه بايظه. قلت له طب هساعدك واصلح لك المكنه في مقابل ان انت تساعدني ان انا اهرب من هنا. قال لها مفيش غير وسيله واحده بس هنا اللي هي القطر بس، وبتساعده فعلا وبيقول لها اقعدي استنيني لحد ما اخلص شغلي وهساعدك. وهي قاعده بيدخل عليها 3 شباب بيرخموا عليها من جماعه اسمها حجاج وبيقولوا ليها كلام وحش، فبتقوم تضرب الثلاثه لوحدها. بيدخل عليهم وقتها المأمور بتاع المنطقه، وتايلر بيقول له ايه يا بابا مش انا اللي عملت كده ده هي. وبتدخل كمان المديره ويمز بتقول لها انسه ادمز يلا عشان نمشي. وقتها المأمور بيسالها بيقول لها وانت والدك جوميز ادمز الهربان من جريمه قتل ايام ما كان هنا في نيفرمور؟ بس هو ما كانش هربان ولا حاجه، هو خد براءه. وهم على الطريق بيلاقوا حادثه كبيره، والمديره بتقول شكل الشخص اللي فيها مات، وان ازاي بتقول لها مات وكمان رقبته اتكسرت بطريقه وحشه، وفعلا كلامها بيطلع صح. اما بقى روين بيقطع صوره من كتاب مهم بالنسبه ليه. في نفس الوقت بتكون وين ازاي بتعزف من كتر غضبها، وفي نفس الوقت تايلر بيلعب في ورق والده وبيلاقي ملف جوميز ادمز، وكمان المأمور بيشوف تفاصيل قضيته وبيحاول يحلها. اما بقى عند اينيد بتخرج تتكلم مع وينزداي، وينزداي بتقول لها انت ليه ما تحاولتيش زي بقيه الذئاب اللي اتحولت دلوقتي؟ قالت لها لاني لسه ما وصلتش للمرحله دي وخايفه لو ما وصلتش ليها عيلتي تطردني واعيش وحيده، وبتعيط. بس وينزداي بتقول لها الوحده اجمل حاجه في الدنيا، وبتقول لها انا مره عيطت وانا صغيره بسبب موت العقرب بتاعي، ومن وقتها قررت مش هعيط تاني. وبتطلب وينزداي من اينيد ان هي تساعدها في الهروب وتعلمها ان هي ازاي تستخدم التكنولوجيا. وقتها سينج بيروح عند تايلر، وتايلر بيفضل يضرب فيه بس ما بيجيبش عليه حاجه، وبيحاول يمسكه وبيكون مكتوب على ايديه رقم اينيد ان هو يتصل عليهم. وبيتصل على وينزداي فعلا وبتقول له لازم تساعدني ان انا اهرب وتوديني للقطر يوم الحفله السنويه للاحتفال. وبيتقابلوا فعلا وقتها وبيديها ملف القضيه بتاعت ابوها. ولما بيحاولوا يهربوا بيلاقوا ان جماعه الحجاج بيجي عشان تضربها، بس بيهربوا منهم وسط الزحمه. وقتها وينزداي تخبط في روين وبتشوفه ان هو هيموت وهيموت ازاي، وبتطلع المره دي تجري وراه ومش بتسيبه، وبتقول له لازم تيجي معايا انت في خطر. لا انت اللي في خطر، وانت شفت الرؤيه بالعكس، انت لازم انك تموتي. وبيحجرها في الشجره وبيفضل مثبتها بقوته، وقال لها الصوره دي امي اللي رسمتها لان هي كانت عرافه وشافت انك هتيجي تدمري الاكاديميه كلها ولازم حد يمنعك اللي هو انا. وقبل ما بيخلص كانت وينزداي خلاص هتموت، بيظهر وحش كبير وبيضرب روين وبيموته، وبيبص على وينزداي وبيسيبها وبيمشي. ولما بترجع البيت بتتصل على عيله ادمز عليها وبتقول لهم انا قررت اقعد في الاكاديميه وشكلي هحبها علشان عايزه تحل كل الالغاز اللي حصلت ليها. الشرطه بتبحث في كل الغابه عن اثار جريمه القتل الجديده اللي حصلت، وبيروح الشريف يتكلم مع وينزداي وبيتاكد منها ايه اللي حصل بالظبط، لان الغابه نظيفه ومفيش فيها اي اثر يدل على جريمه قتل روين. ولما بيطلعوا فوق المكتب وينزداي بتطلب ان هي تتكلم مع الشريف لوحده، بس المديره في البدايه بترفض وبتصر على رفضها، بس الشريف بيقول لها يا اما نتكلم هنا بشكل ودي او هاخدها في تحقيق رسمي. فبتوافق المديره ان هي تسيبهم لوحدهم. اول ما بتخرج بقى وينزداي بتقول له انا واثقه ان في حد بتستر على الجريمه وهو اللي خفى كل حاجه. بس وهما بيتكلموا بتخبط مساعده الشريف وبتقول له في حاجه لازم تشوفها، وبنلاقي ان روين عايش وداخل يسلم على الشريف عادي جدا. تروح وينزداي جلسه العلاج النفسي، والدكتوره بتقول لها مش يمكن كل ده وهم في دماغك بسبب الاضطرابات النفسيه اللي عندك اللي بتعيشيها اليومين دول. وبيفضلوا يتكلموا مع بعض، ووينزداي المره دي ما بتحاولش ان هي تهرب. ولما بتنزل بتلاقي تايلر تحت وبيتكلم معاها وبيطمن عليها، بيقول لها هو حصل ايه في الغابه؟ قالت له انا واثقه من اللي انا شفته. قال لها وانا مصدقك عكس الباقيين. بتروح وينزداي تتكلم مع اينيد وبتقول لها ما شفتيش حصل ايه امبارح؟ قالت لها لا بس شكلك بتتوهمي. وبيكملوا كلام لان هما بيحضروا تجهيزات لمهرجان الكاس اللي بيحصل كل سنه. وبالليل وينزداي بتفضل تبص لصوره الكتاب اللي فيها صورتها مرسومه، وبتكتشف ان في علامه مائيه على الورقه. تاني يوم بتروح تتكلم مع المديره ويمز وبتطلب منها ان هي تتكلم مع روين، بس هي بترفض وبتقول لها هو خلاص اتطرد وهيركب القطر بعد شويه، وكمان انا مراقباكي كويس وعارفه ان جالك رؤيه جديده وهي اللي خلتك تشوفي اللي حصل مش زي ما انتي ما بتقولي للشريف. تخرج وينزداي من عندها وبتتكلم مع سينج
وبتطلب منه ان هو يراقب روين، وبتروح تتكلم مع بيانكا وبتقول لها انا لما بلغتك بجريمه القتل رحتي قلتي للشرطه الاول؟ قالت لها لا طبعا، لويمز عشان هي تتصرف. وبتروح تتكلم مع سورب عشان تفهم منه ايه اللي حصل وعن طبيعه روين لانه شريكه في الاوضه. قال لها ما كانش باين عليه حاجه غير شويه قلق وتوتر في الفتره الاخيره، ووينزداي بتحاول توصل لدليل هيثبت كلامها انه اتهجم عليه من الوحش، لان هي مش مصدقه طبعا ان كل اللي حصل ما حصلش، لان هي كمان فقدت الوعي ولقت نفسها في اوضتها. بتحاول وينزداي تتكلم مع روين بس بيقول لها انت اللي جيتي ورايا وانا ما جيتش جنبي، وبيسيبها وبيمشي. بس سينج وراه. بيوصل روين لمحطه القطر وبيدخل الحمام وبيكون سينج وراه، بس لما بيدخل روين الحمام بيخرج واحد تاني خالص كبير وعجوز، ولما بيدخل سينج يشوف روين مش بيلاقي غير الشنطه اللي كانت معاه وبس. وبنفضل نتابع الشخص الغريب ده، بنلاقيه بعدها بيتحول للمديره ويمز. معنى كده ان روين مات فعلا وهي اتقمصت شخصيته، وشكل دي قدرتها الخارقه. بيرجع سينج يبلغ وينزداي انه فقد اثر روين وما عرفش يكمل وراه، وانه اختفى من الحمام مع ان الحمام ما فيهوش اي مخرج للهروب تاني. بتشارك وينزداي في نشاط النباتات، وبتبدا المنافسه بينها وبين بيانكا تاني. بتخلص بقى وبتروح تتكلم مع اينيد وبتطلب منها ان هي تساعدها، لان لازم تشوف الغابه وتدور على دليل ان حصل هجوم من الوحش على روين. بس وقتها بتقول لها اعتذري الاول لسينج، وفعلا بتروح وينزداي لسينج وبتقول له انا عصبيه ومهووسه ودي صفات الكتاب العظماء، بس سينج بيعمل لها حركه بايديه فبتفهم ان هو قصده وصفات القتله المحترفين كمان. وبتقول له احكي لك، وبتوريه الرسمه وبتقول له الرسمه بتشرح ان انا كده هبقى سبب في دمار الاكاديميه، وانا عايزه الحق المشكله دي قبل ما تحصل وامنع ان انا ادمر الاكاديميه. فعلا بتروح اينيد تلبس لبس مشتل النحله عشان تعتقد ويمز ان دي وينزداي وتداري عليها، وبتروح وينزداي للغابه وبتفضل تدور على اي اثر، بس بتلاقي حد بيشدها وبيمنع صوتها لان الشريف بيكون هناك، هو كمان لانه شاكك برضه، وبيكون تايلر. وسعيدة علشان الكلب البوليسي ما يشمش ريحتها بسبب القهوه اللي في جيبه، وبيقول لها انا كنت براقب والدي، قالت له انا بدور على دليل، وبيكمل معاها. وفعلا وينزداي بتلاقي نضاره روين على الارض، وده دليل انه حصل الهجوم. بس لما بتيجي تمسكها بتشوف رؤيه جديده بس قديمه يعني، وهو روين وسورب بيتخانقوا مع بعضهم، وهو كمان اللي بيحرك التمثال عشان يقع عليها، وكمان وهو بيشوف الكتاب وقتها بتشوف لون الكتاب والشعار اللي عليه. بتروح على طول للمكتبه تدور وسط الكتب على الكتاب بس ما بتلاقيهوش، وبتدخل عليها السيده سورن هيل وبتقول لها بتدوري على حاجه، بتقول لها اه، وبتوريها وقتها وينزداي الشعار وبتعرفها ان ده شعار لجمعيه طلابيه قديمه اسمها النايت شايلد، وبتتكلم معاها وبتقول لها ما تحسيش انك وحيده في المكان ده، انا كمان برضه عشان بشريه وحيده وما عنديش اي قوه خارقه. بتقرر وينزداي ان هي تدخل اوضه سورب وتدور فيها على الكتاب اللي كان فيه الصوره، بس وهي بتدور فجاه بيانكا بتدخل الاوضه وبتتكلم هي وسورب، وبنعرف وقتها ان سورب معجب بوينزداي ونتخانق مع روين بسبب كده لان هو كان بيحميها منه، وكمان ان بيانكا اذت عضوه من فريق اينيد عشان تعرف تكسبهم في الكاس وتدمرها. ترجع تاني وينزداي للاوضه تلاقي اينيد منهاره وبتعيط ومش عارفه تعمل ايه، بتقول لها وينزداي ان دي مش حادثه عاديه وان بيانكا المسؤوله وهي اللي عملت كده، وان هي هتساعدها عشان تنتقم منها وتخليها تخسر لان هي شايفه نفسها قوي. فعلا تاني يوم بتشارك وينزداي وبتروح للغابه تجيب العلم بتاع المسابقه، بس قبل ما بتمسك العلم بتلمس حجر المبنى بيغمى عليها وتلاقي نفسها جوه رؤيه جديده لبنت صغيره ماسكه كتاب بتقول لها انت المفتاح انت المفتاح. وهم على الطريق وراجعين بالاعلام والفريق اللي هيوصل للاول هيكسب، بنلاقي شخص من جماعه بيانكا بيحاول يدمر مركب وينزداي، بس وقتها سينج بينزل الميه وبيضربه، وينزداي بتكون مجهزه المركب من بالليل انه يصد الهجمات دي كلها لان المسابقه دي بدون قوانين او قواعد، وبيدمر مركب بيانكا وبتخسر وبتكسب اينيد ووينزداي المسابقه، وبياخدوا الكاس اللي اخيرا رجع للجناح اوفيليا بعد سنين كتيره متاخد منه. بتسيبهم وينزداي وبتروح تقعد لوحدها، وبتبص بالصدفه بتلاقي فيه تمثال ماسك كتاب عليه نفس العلامه اللي بتدور عليها، بس بتقطعنا المديره ويمز وبتقول لها زي والدتك بالظبط، انت على الاكاديميه واندمجتي وبقيت القائده زي ما هي كانت القائده وانا المساعده بتاعتها. بالليل وينزداي بتروح للتمثال تاني وبتقرا صفحه في الكتاب وبتلاقي مكتوب فيها شويه كلمات، ولما بتجمع الكلمات دي بتجمع كلمه السر اللي بتحرك التمثال، ولما بتطرقع بصوابعها مرتين التمثال بيتحرك وبتتفتح اوضه سريه. لما بتنزل تحت بتلاقي ان الاوضه دي مكتبه سريه وبتلاقي الكتاب اللي بتدور عليه، بس الحلو ما بيكملش وبتتخطف. بتفوق من الغمامه بتلاقي نفسها وسط جماعه النايت شايلد وبتقول لهم اخلعوا القناع انا عارفاكم يا بيانكا. بيطلعوا فعلا هم، وهي عرفت كده بسبب ان نفس القناع ده كان موجود في حاجات روين وهي بتفتش اوضه سورب، وبيقولوا ليها عرفتي تدخلي ازاي؟ قالت لهم عرفت الطريقه من روين، وبيقولوا طب احنا هنتصرف معاها ازاي؟ فسورب بيقول لهم ايه رايكم تنضم لينا؟ بس بيانكا بترفض، وكمان وينزداي بتقول لهم لا مش عايزه ان انا اكون معاكم.
وبتطلع وينزداي اوضتها وبتجمع الصوره مع الباقي اللي موجود في الكتاب، بتشوف ان في شخص من جماعه الحجاج موجود معاها في نفس الرسمه وبتستغرب هو مين ده. تاني يوم المديره ويمز بتعلن ان النهارده يوم المساعده التطوعيه في مجتمع جيريكو، والسيده ثورنهيل بتوزع عليهم البطاقات وكل واحد وحظه بقى. ولما بيوصلوا للمكان بتتكلم مع ثور وبيقول لها وريني بقى بتدوري على ايه، انا كان عندي علم بالصوره دي من روين، وبيعرفها ان الشخص الموجود معاها هو واحد اسمه جوزيف كراكستون اللي بنى جيريكو اصلا. وبيتكلم الشريف مع عمده المدينه وبيقول له انا شاكك ان الوحش شخص من نيفرمور ولازم ان انا اثبت كده. قال له بلاش نخسر نيفرمور لان هم مصدر الاموال اللي بيجي لنا، وانت بتاخد مرتبك من الاموال دي واحنا كلنا مش طايقينهم اكيد، بس هو زي ما قلنا دب متوحش وخلاص خلص الموضوع على كده. بيبدا تطوع بس وينزداي بتبدل مكانها مع ايمي، بس هي بتقول لها وانا وافق ليه ان انت تاخدي مكاني؟ قالت لها لان جاكس هناك وانا محتاجه ادخل المكان بتاع الحجاج لاني اجمع ادله، وبتقول لها ان جاكس هناك يعني عشان هي معجبه بيه. وينزداي بتبدا تسوق المنتجات بتاعه الحجاج للسياح بس بتبقى فاشله وبتخرب عليهم الدنيا. تاخد بعضها بقى وبتروح لمتحف جوزيف عشان تشوف فيه الادله اللي محتاجاها، وبتشوف هناك صورة على الحيطة فيها البنت اللي شافتها في الرؤية وماسكة نفس الكتاب، وبتلاقي كمان الكتاب بس بيكون نسخة مزيفة منه واسم الكتاب هو الظلام. وبتدخل عليها مشرفة المكان وبتقول لها بتعملي ايه هنا؟ قالت لها فين قاعة الاجتماعات القديمة اللي كانت هنا؟ قالت لها المشرفة معرفش. وسألتها كمان وينزداي ليه الكتاب المزيف دوت الموجود فين الاصلي؟ قالت لها الاصلي اتسرق من حوالي شهر. بتروح وينزداي بعدها تطلب من تايلر المساعدة يعرفها مكان معين في الغابة وبيحدد لها المكان ده على الخريطة، وبتوصل وينزداي للمكان اللي شافت فيه الرؤية بتاعتها مع البنت الغريبة دي، وسينج بيقول لها المسي الحاجات يمكن تجيلك رؤية. وبتفضل وينزداي تمسك الحاجات بس ما بيحصلش حاجة، وهي خارجة بتلمس البوابة وفجأة بتيجي الرؤية وبتكون في زمن قديم. وقتها وينزداي بتشوف جوزيف كراكستون قدام بنت وبيقول لها جودي ادمز انك ساحرة وشيطانة ولازم انك تموتي، وجودي بتحاول ان هي تدافع عن نفسها بس بياخدها يرميها في الحبس مع باقي المنبوذين، بس هي بتهرب وهي جوه وبيولع في كل المنبوذين الاصليين. بتفوق وينزداي وبتعرف وقتها ان البنت دي من سلالة عيلتها الاصليين، وبتسمع صوت وبتلاقي ان الوحش هناك وبيشوفها وبيطلع يجري ويسيبها، وبتمشي وراه وتشوف خطواته. بتلاقي ان الاول الخطوات بدأت كبيرة وبعدين بقت خطوات بشري. وقتها بتفهم ان الوحش انسان بشري وبيتحول، وبيظهر من وراها سورب وبيقول لها بتعملي ايه هنا؟ قالت له شفت الوحش وانت بتعمل ايه؟ قال لها عرفت انك بتتفقدي دار الاجتماعات القديمة فجيت ان انا اشوفك. وقت الاحتفال بقى وينزداي بتتفق مع سينج انهم هيولعوا في تمثال جوزيف وبتبوظ عليهم الحفله، طبعا بسبب ثباتها الانفعالي بتشك فيها ويمز وبتقول لها انت اللي عملتيها. قالت لها لا مش انا. وعند السيده ثورنهيل بنشوفها ان هي عارفه كمان كلمه السر بتفتح مكتبه تجمع جماعه النايت شايلد. وعند سورب بقى بيكون خارج من المرسم بتاعه وعلى رقبته جروح خرابيش كبيره، وبتحصل جريمه قتل جديده من الوحش. والحكومه بتلاقي هناك كاميرا تصوير صورت كل حاجه، وبيروح المأمور يخرج الصور وبيشوف وقتها صوره الوحش الحقيقيه. وينزداي ما بتهداش، بتروح للمشرحه بالليل عشان تشرح الجثه وتشوف الوحش بيسيب علامه ولا لا، وبتطلب من سينج ان هو يجيب ليها نسخه من ملفات الضحايا القديمه، وبتخرج الجثه من الثلاجه وبتبدا تسجل التفاصيل، وبنعرف ان كان في اثر دفاع من الضحيه قبل ما يموت. اما عند سينج بقى يشوف حد جاي من الشباك بيجري يبلغ وينزداي على طول، وبيكونوا الدكتور والشرف، فبيقولوا الضحيه دي غريبه قوي، الوحش قطع رجليه الشمال وكمان شال منها صباعين بمنشار جراحه. والدكتور قبل ما يمشي بيشوف باب الثلاجه مفتوح وبيبص عليه بيلاقي ان وينزداي عامله نفسها ميته، ولما بيلمسها بيقول بقالك فتره شكلك ميته، هبقى اشرحك بعد ما اني انا ناسي انك جيتي هنا. وبيقفل عليها بس سينج بيفتح الباب وبتقول له سيبني شويه كمان، والله انسانه غريبه. وبتجمع الورق والادله وبتعرف ان الضحايا كلهم مفقود من جسمهم اعضاء، وان القاتل بيجمع منهم جوائز ومش بيختارهم بشكل عشوائي. وينزداي وهي في الدرس بتشوف اثار الجروح على رقبه سورب، وبعدها بتروح تراقبه وبتشوف المكان اللي بيروحه، ولما بيخرج بتدخل هي عشان تشوف هو مخبي ايه، وبتشوف جوه صور كتير عن الوحش، تاخد منهم جزء وبتخرج، بس بتلاقيه جاي من وراها بيقول لها بتعملي ايه هنا؟ تقول له مفيش، جيت اسالك على الواجب. قال لها احنا ما خدناش واجب اصلا. قالت له بس ايه المكان ده؟ قال لها مفيش، ما ده انا واخده مرسم كده برسم فيه شويه حاجات. قالت له طب دخلني اتفرج. قال لها بعدين. وبتحاول تخلع منه فبتقول له كنت جاي اطلب منك تكون رفيقي في حفله الرقص، بس هي هدفها ان هي تشوف هو القاتل ولا لا. وبتقرر ان هي تروح عند الشرف وبتوريه الرسمه وبتقول له لازم يتعاون مع بعض. بيقول لها مين اللي رسمها؟ المشتبه فيه؟ قالت له اه. قالت له انت محتاج جاسوسه داخل الاكاديميه وانا هساعدك، بس بيقول لها لما تجيبي لي دليل ملموس نبقى نكمل كلامنا ونتفق. ولما بتخرج بتلاقي تايلر وبيسالها ايه مشكلتك الجديده، بس مش بتقول له طبعا، وبيقول لها رايحه الحفله. قالت له اضطريت ادعو رفيق للحفله. قال لها تمام، وبيتضايق وبتقول له انت متضايق ليه؟ قال لها كنت فاكر اننا بنتبادل الاعجاب لبعض بس شكله مجرد صديق. قالت له مش وقته، انا عندي مشاكل. وبتروح عند يوجين وبتطلب منه تحط لوح الادله عنده وبيتكلموا مع بعض.
ولما بيشوف رسمه من الرسومات بيقول لها انا عارف مكان الدايره دي، وبيوديها هناك فعلا. وبيدخلوا المكان وبيطلع ده الكهف اللي بيكون موجود فيه الوحش، وله حصان كتيره وكمان كلبشات حديد كبيره. وقتها وينزداي بتلاقي دليل مهم وملموس، وبترجع تاني للمكان بتاع السرب عشان تدور على حاجه وتقارن الحمض الDNA ما بينه وما بين الدليل اللي لقيته في الكهف. وبتدور في الزباله بتلاقي قطعه قماش فيها دم وبتاخدها، وبيدخل عليها السرب فجاه وبيقول لها بتعملي ايه هنا؟ بس هي بتواجهه وبتقول له ازاي بترسم الوحش وانت ما شفتوش؟ الا بقى لو دي رسومات ذاتيه. قال لها انت بتشك ان الوحش؟ قالت له امال كل الرسوم دي ليه؟ قال لها بحلم بيه بقالي اسابيع ومش عارف اطرد الاحلام، فقررت ارسمه، وانا برسمه امبارح خرج من اللوحه ايده وخربشني. سرب قوته ان هو بيقدر يرسم الحاجات ويخليها تتحرك. بس وينزداي بتوريه رسمه المكان بتاع الوحش وبيتعصب عليها لما بيعرف ان هي دخلت هنا وقت ما شافها، وبيقول لها انت ما بتهتميش بحد ولا بيهمك حاجه، وبتطردها بره. بتروح على طول للشرف وبتديله الادله وبتقول له اعمل ليها تحليل عينه ونقارن ونشوف هي نفس النتيجه ولا لا. ولما بترجع بتتكلم مع يوجين وبتقول له بما اننا بقى مش هنروح الحفله يبقى تعالى بالليل نتقابل ونروح نراقب الكهف. لكن بالليل بيحصل عكس كده. تايلر بيروح لوينزداي وبياخدها للحفله من دعوه كتبها سينج من وراها، وبتقول ليوجين ما تروحش للغابه وهنروح بكره سوا عشان الوضع خطر. بس ما بيسمعش الكلام وبيروح وبيراقب بالوضع هناك، وبيلاقي في حد راح للكهف وفجره. وبيطلع يوجين يجري لما الحد ده بيشوفه. وعند وينزداي وهي في الحفله جماعه الحجاج بيحبوا ان هم ينتقموا منهم وبيبوظوا الحفله. ولما حد بيخبط فيها بتجيلها رؤيه ان يوجين في خطر وانه في الغابه، وبتجري على طول عشان تدور على يوجين وتشوفه. بس للاسف بيكون مرمي على الارض ومجروح جامد من الوحش. وبتجري وراها السيده ثورنهيل وبتشوفه وهي كمان. وبس كده توته خلصت الحدوته. لو عجبك الفيديو هسيب لك تحت في الديسكريبشن رابط مشاهده وتحميل المسلسل. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.